هنا غنشارك معكم واحد القهوه كتجي بارده في هذا الصيف هذا. غادي نديرو 2 معالق ديال القهوه، غنديرو شويه ديال الحليب، غادي ندير واحد المعلقه ديال غادي نسد القرعه ونطربها مزيان على هذا الشكل هكا. هنا غادي نزيد عليها واحد معلقه ديال الكريم، لا كريم ديال الحليب المحلى، نخلط مزيان. غادي نجيب الكاس، غادي ندير فيه الثلج، غندير فيه الحليب، غادي نخوي فيه هذا الخليط اللي درت، كنزيدو الحليب، كنزيدو الثلج، كيجي ما شاء الله قهوه بارده هاد الصيف كتجي ما شاء الله. هنا تقدروا تزيدوا سنيده، اللي كيبغيها حلوه بزاف يزيد سنيده كتجي ما شاء الله. غنديروا شويه الزبده، هنا من بعد ما درنا الزبده غادي نديروا بصيله، وغادي نديروا شويه الثومه، وغادي نديروا شويه الفلفله حاره. شويه البزار، شويه السكنجبير، شويه الملحه، هنا عندي كاس ديال الحليب، غادي نشيل معلقه ديال النشا، غادي ندير الشعريه من بعد ما سلقتها، غادي نخوي عليها حليب ونشا، نخلط مزيان. وهاد الشعريه ديالتنا وجدات كتجي ما شاء الله. جربوها بهذه الطريقه اللي درت معكم. وهاد الشعريه ديالتنا وجدات كنقدموها بصحه وراحه. ما تنسوش لايك. الطريقه ديال التنقيه ديال الدجاج كتجي على هذا الشكل هكا. كتشدوا الحامض كطحنوه في مونيميكس مزيان والملحه، وكترقدوا فيه تقريبا واحد ساعه ديال المكانه، عاد كتغسلوه مزيان وكتخلوه يتسقطر. الطريقه ديال التنقيه ديال الدجاج ديال العرسات وديال المناسبات باش كيجي بنين ولذيذ بزاف. الطريقه ديال التشرموله ديال الدجاج غادي نخليه حتى الصباح ان شاء الله. غادي نطيبو دابا، راه شرملته وخليته كيتسقطر.
شتا درتو في الكسكاس وخليتو كيتسقطر. ديال الطياب ديال الدجاج ديال التحمار ديال العرسات والمناسبات كنطيبو بهاد الطريقه. ضروري الماء يكون كثير باش يطيب الدجاج مزيان. واحد الريحه طالعه منه يا سلام. شوف كي تيجي هنا لاصوص. هنا غير البلول ديال الدجاج كنخلي واحد شويه. هذه البصله اللي الدغميره ديال البصله، وهذه القنصه والعنيق، وهذا الكبيده والزيتون يجيو على هذا الشكل هكا. هذه الدغميره ديال البصله، وهذه المريقه ديال الدجاج اللي كيبغي كيزيد المرقه كيزيدها. شوف كيجي ما شاء الله. هنا الدجاج من بعد ما طاب غادي نديرو يتحمر في الفران. هنا درت شويه ديال الهريسه وشويه د الحاره، وغادي ندهن وشويه د الزبده. شويه د الهريسه وشويه ديال الزبده، وغادي ندهن بهم الدجاج اللي غيدخل الفران. وهذا الحامض المصير، الحامض المصير مع الهريسه. الدجاج من بعد ما حمرته كيجي على هذا الشكل هكا. الدجاج من بعد ما تحمر حمرته في الفران كيجي على هذا الشكل هكا. هنا لاصوص. هنا غير البلول ديال الدجاج كنخلي واحد شويه. هذه البصله اللي الدغميره ديال البصله، وهذه القنصه والعنيق، وهذا الكبيده والزيتون يجيو على هذا الشكل هكا. هذه الدغميره ديال البصله، وهذه المريقه ديال الدجاج اللي كيبغي كيزيد المرقه كيزيدها. شوف كيجي ما شاء الله. هنا الدجاج من بعد ما طاب غادي نديرو يتحمر في الفران. هنا درت شويه ديال الهريسه وشويه د الحاره، وغادي ندهن وشويه د الزبده. شويه د الهريسه وشويه ديال الزبده، وغادي ندهن بهم الدجاج اللي غيدخل الفران. وهذا الحامض المصير، الحامض المصير مع الهريسه. الدجاج من بعد ما حمرته كيجي على هذا الشكل هكا.